قبيل موعد الانتخابات التشريعية في 11 من تشرين الثاني المقبل. الحس الطائفي والخطاب القومي بات يسمع بشكل واضح. الطريقة هذه في استقطاب الناخبين مألوفة وسابق وأن استخدمت، لكنها لا تعني بالضرورة الوصول إلى مقاعد البرلمان. الذي يستخدم الطائفية والعنصرية والقومية في سبيل أن يحصل على الأصوات لن يخدم البلد. نحن يجب أن نرتقي، لدينا 4 دورات سابقة في الانتخابات، علينا أن نرتقي إلى مستوى يليق بشعبنا ويليق ببلدنا. من أبرز ملامح الاستقطاب الطائفي في الانتخابات ما يقال عن أرقام تحديث البيانات للناخبين، إذ قدم بعض السياسيين أرقام التحديث على أنها محاولة لسيطرة مكون على مكون آخر من أجل توسيع المشاركة في الاقتراع. لعبة السياسة فيها تكنيكات انتخابية متعددة. واحدة من أهم التكنيكات المتواجدة في الانتخابات هو استخدام الطائفية والخطاب القومي من الجهتين وليس من جهة واحدة. هذا بسبب الفراغ للبرامج والأفكار والطروحات التي يقدموها. التحصن بالجهل واستدعاء المقدس والتوجه صوب المناطقية والعشائرية أحد أبرز الأدوات المستخدمة كذلك لجذب الأصوات انتخابيا. فالدعوات للتحصن بالعراق والمواطنة الصالحة حاضرة لتخطي هذه المرحلة. والمتون لابد أن تكون متون، والمتن هو العراق، فبالتالي الذي يستدعي انتماءاته الخارجية أو المذهبية أو الدينية في طريقة هي أصلا يعني لا دخل لها في الدين، يعني القضية سياسية. تجرم اللوائح الانتخابية في العراق الخطابات الطائفية والعنصرية، لكن مراقبين يقولون إن الرقابة على مثل هكذا سلوكيات تكون أقل قبل موعد انطلاق الحملات الرسمية للدعاية الانتخابية. شروق الغانم، بغداد، قناة دجلة.